المنتخب الإسباني يتصدر منتخبات كرة القدم في العالم من حيث قيم لاعبيه في سوق الانتقالات، ولكن الأهم بالنسبة للمشاهد العربي هي القيم السوقية للمنتخبات العربية. نحن هنا في هذا العرض التحليلي نجيب على سؤال هام: ما هو أغلى منتخب عربي في سوق الانتقالات؟ ونجيب عن هذا السؤال من خلال الدوري المالي العربي والذي صدر في مارس من عام 2016. ونبدأ أولا مع المركز الخامس والذي يحتله المنتخب الأخضر وهو المنتخب السعودي بقيمة إجمالية للاعبيه تبلغ 7,200,000 دولار أمريكي. يتصدرهم لاعبان هما أولا لاعب الهلال السعودي الظهير الأيسر عبد الله الزوري، ثانيا اللاعب نايف هزازي وهو مهاجم نادي النصر السعودي. كلا اللاعبين لهما قيمة سوقية تبلغ $1,000,000 أمريكي. المنتخب السعودي يحتل المركز 60 في آخر تصنيف للفيفا والصادر في 3 من مارس الجاري. دعونا نتابع أيضا المركز الرابع الذي يحتله منتخب نسور قرطاج المنتخب التونسي، والذي تبلغ قيمته في سوق الانتقالات القيمة الإجمالية نحو 36 مليون دولار أمريكي. يتصدرهم مدافع فالنسيا الإسباني اللاعب أيمن عبد النور والمنتقل من صفوف AS موناكو الفرنسي. أيمن عبد النور تبلغ قيمته في سوق الانتقالات نحو 22 مليون دولار أمريكي. المنتخب التونسي يحتل المركز 47 في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم. المركز الثالث كان من نصيب منتخب الفراعنة المنتخب المصري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية في سوق الانتقالات نحو 51 مليون دولار أمريكي. يتصدرهم جناح نادي روما الإيطالي محمد صلاح، والذي تبلغ قيمته في سوق الانتقالات نحو 21 مليون دولار أمريكي. التصنيف الأخير للمنتخب المصري هو 53 على مستوى العالم. محمد صلاح كان قد انتقل من تشيلسي الإنجليزي إلى روما الإيطالي، وهو لاعب سابق في صفوف المقاولين العرب المصري وأيضا فريق بازل السويسري. مركز الوصافة كان من نصيب منتخب أسود الأطلسي المنتخب المغربي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية في سوق الانتقالات نحو 104 ملايين دولار أمريكي. يتصدرهم مدافع بايرن ميونخ الألماني اللاعب المهدي بن عطية، والذي تبلغ قيمته في سوق الانتقالات نحو 19 مليون دولار أمريكي. المنتخب المغربي يحتل الترتيب 81 في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم. المهدي بن عطية هو لاعب سابق في صفوف AS روما الإيطالي وأيضا أودينيزي الإيطالي. المركز الأول ودائما في الصدارة منتخب محاربي الصحراء المنتخب الجزائري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية في سوق الانتقالات نحو 136 مليون دولار أمريكي. يتصدرهم اللاعب ياسين إبراهيمي وهو لاعب نادي بورتو البرتغالي واللاعب السابق في صفوف غرناطة الإسباني. ياسين إبراهيمي تبلغ قيمته في سوق الانتقالات نحو 23 مليون دولار أمريكي، وهو أغلى لاعب عربي. منتخب محاربي الصحراء يحتل الترتيب 37 على مستوى العالم في تصنيف الفيفا. دائما ما نسأل عن مصدر هذه الأرقام. مصدر الأرقام دائما ما يكون الموقع الأول للانتقالات الصيفية والشتوية في العالم، وهو موقع transfermarket.co.uk.